وصلت السلعة نتعامل مع بعض، ما وصلتش نجرب تاني. شايف؟ ما وصلتش نجرب تاني. فرصة الواحد في المليون مش هتضيع مني. انا جاي اشتغل، انا جاي اعيش، انا جاي انجح. صراحة لأول مرة في حياتي أتحط في الموقف ده مع شاب زي ده. انت اصيل وهتكون داعم اصيل ليه يا عم احمد. الطيور على اشكالها تقع، وهو يستاهل فعلا. هي دي الامثله اللي لازم تظهر علشان شبابنا فعلا يصدقوا الفكره ويجازفوا وياخدوا الخطوه، علشان ناكد لشبابنا ان ضحكوا عليهم لما قالوا لهم ان واحد زي بلبن ده غسيل اموال، وان نجاحه جاي من غسيل الاموال، نجاحه جاي من المجازفه. باشمهندس توفيق تاكدوا ان هو في المستقبل هيكون رجل اعمال مهم جدا، لان بدايته على ايد عم احمد، وعم احمد من الشخصيات الناجحه والامينه واللي فعلا هتوفي الراجل ده حقه وتجربته. مصر يا أستاذ، تعالى يا أستاذ. ده تروس سكريت وما تجاملش. احلى تين. جاب لنا الأسمر وجاب لنا الأبيض. شوف ريجارد. توفيق، أنت مهندس بمعنى الكلمة. مهندس بمعنى الكلمة ورجل أعمال زي ما قال الكتاب بالمجازفة. وكل ده مش موجود هنا دلوقتي. أحلامك مش هتتحقق غير بالمجازفة. تقول لي هخسر، هتقول لي مش هيجي لي نوم، هتقول لي بطني هتوجعني. لازم ما يجيلكش نوم، ولازم بطنك توجعك. لازم في رحلتك علشان توصل ما تشوفش راحة. عايز راحة، روح اتوظف. عايز تكون جازف. إن اللي قبلينا قالوها لنا صريحة: ويفوز باللذات كل مجازف أو مغامر. الاتنين نفس المعنى. كل التحية ليك يا عم أحمد، وكل التوفيق ليك يا باشمهندس توفيق. ولكن يا عم أحمد دايما كده بتطلع لنا النماذج الجميلة. طبعا فولو ولايك، وقول لي رأيك في التعليقات، واعمل ريبوست في الفيديو علشان كل الشباب تتعلم. واستنوني في فيديو جديد. سلام.